ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هقدم لكم حلقة جديدة حبايبي. عشان الغلاء اللي موجود حاليا انا جبت النهارده 8 كيلو لبن، حطيتهم في اطباق بلاستيك زي كده. هعمل منهم جبنة وهعمل منهم سمنة وهوريهم لحضراتكم. هعمل منهم جبنة وسمنة ومش ورايب، وحضراتكم تابعوني. هي بس بتاخد حوالي 3 4 ايام على ما بتتعمل، وكل يوم هصور لكم كل حاجة جديدة حبايبي. ادي اللبن بعد 4 ايام. بصي حبايبي، انا اهو بعد 4 ايام وعرفت ازاي ان اللبن خلاص. بصي تعملي الوش ده كده، ده السمنه اهو. بصي كده حضراتكم، دي كلها السمنه. اللي تحت ده اللي هو الرايب او الزبادي اهو. بصوا كده، بصوا 4 ايام بالظبط بالظبط عدى عليه. انا دلوقتي عندي برطمان اللي هو برطمان السمنه اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا هاخد بس بالراحه عشان اللي هو الزبادي اللي من تحت ما يجيش ايه معايا السمنه. واحط كده، بصوا اهو. هاخد السمنه كده اهو، وهقعد احط كده. بصي هاتي يا حبيبتي صوري هنا كده. هبص كده احطه في البرطمان ده. بصوا حبايبي بالراحه، تاخدوا بالراحه. 4 ايام بالظبط عدى عليه. وليه الوقت 4 ايام؟ عشان احنا الجو بارد. عارفين لو في الصيف مش هتكمل معاكم يومين وهتلاقوها السمنه عملت لوحديها اهو يا حبايبي اهو. كل اللون الاصفر ده تاخدوه، ما تسيبوش منه حاجه اهو. بصوا حبايبي كده اهو، اهي دي السمنه. وهقول لكم في البطرمان انا هعمل ايه. اهو بصوا الاصفر ده كله، ده كله ده سمنه اهو. بصوا حبايبي شايفين الرايب ما شاء الله عليه؟ شايفين؟ بصوا اللهم صل على النبي، شايفين الجمال اهو. بصوا كده هتلاقيه وفر معاكم كتير جدا. حضراتكم عارفين السمنه البلدي غاليه جدا اهو. انا جبت 8 كيلو لبن اهو. هيطلع لي سمنه وجبنه. كل الاصفر ده تشيلوه اهو. بصوا حبايبي اهو، اهو يا حبايبي البطرمان اهو 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 يا حبايبي. بصوا ما شاء الله، بصوا تعملوا كده وتحطوها في البطرمان اهو. بصوا حبايبي طالعه ازاي، طالعه ازاي. بصوا قطعه واحده، بصوا ده بيبين نجاحها. بصوا حبايبي، وان اللبن كويس ما فيهوش ميه. اللبن لو مغشوش في ميه مش هتفصل ولا تعمل لك الزبادي الجميل ده. بصي الزبادي ده جميل جدا والطعم تحفه. اللي هو الزبادي ده يا حبايبي انا هاخده، هو ده اللي هيتعمل بالجبنه. بصوا حبايبي، بصوا البطرمان اتملى نص سمنه ازاي. بس لسه السمنه انا هوريكم السمنه ازاي تطلع اهو. بصوا وسهله جدا، ما فيهاش اي تعب. اي ست بيت تعرف تعملها، ما فيهاش اي تعب اهو. وهعمل لكم مش كمان منها اهو اهو. بصوا حبايبي كل اللون الاصفر ده سمنه اهو. بصوا الكميه، بصوا حبايبي هوريكم انا دلوقتي ازاي السمنه. الوش اللي احنا شلناه ده من على اللبن هو القشطه، حطيناه هنا قعدنا نرك كده لمده ربع ساعه. بصوا تركوا كده جامد. بصوا حبايبي لمده ربع ساعه. فجاه هتلاقوا، بصوا حبايبي تحسوا ايه؟ اول حاجه تحسوا اللي هي البتاعه تخنق، وبعد كده هتلاقيها فصلت زي ما انتم شايفين كده. الاول كنت تلاقي دي كلها لون ابيض بتحس ان هي تقيله. دلوقتي تقعدي تركي جامد كده لمده ربع ساعه. اللي هي ازاي نعمل السمنه البلدي من لبن، اللبن اللي هو الطبيعي. تقعدي تركي كده جامد. بصوا حبايبي لغايه ما تحس ايه اللي هي عملت كتل كتل. هوريها لكم دلوقتي. انا حاطه بس كيس هنا عشان خاطر كان بتنقط. بصوا حبايبي شايفين المنظر بلدي الجميله؟ بصوا بصوا حبايبي اهي. بصوا اللهم صل على النبي عليها. هنا بصوا حبايبي هنا عندنا ميه، ميه بتلج. بصوا اهي، بصوا اللهم صل على النبي عليه. بصوا حبايبي اهو اهو. بصوا اهي، اهي دي السمنه البلدي بتاعتنا الجميله. هتلاقيها دلوقتي مسكت. بصوا حبايبي استنوا اهي. بصوا اهي، بصوا كده اهو اهي. اللهم صل على النبي عليه. بنمسكها كده في
ميه بتلج زي ما حضراتكم شايفينها. بصوا حبايبي ادي البطرمان اللي جوه ده انا هتناوله بالمعلقه. بصوا ما شاء الله عملت لي، بصوا قد نص كيلو. ودي هحط عليها شويه ملح فلفل اسود مش كتير كده اهو، وهحطهم على البوتاجاز عشان اوريكم السمنه. الميه بقى اللي كانت مع السمنه دي اسمها يدام. دي طريقه ستو اللي كانت بتقول لي عليها، بتقول دي بتعالج اي حموضه او اي تعب في المعده. اليدام ده اللي هو خرج من السمنه. بصوا يعني هو اللبن كل حاجه فيها مفيده. ده اسمه حاجه اسمها يدام، ده اللي هو كان مع السمنه جوه البطرمان ده بيعالج الحموضه يا حبايبي، وبيعالج اي تعب في المعده. والسمنه دي انا هسيحها على البوتاجاز وهوريها لكم لغايه ما ادخلها البطرمان. وده طريقه دلوقتي. ادي دلوقتي عملت لكم الجبنه، وادي عملت لكم السمنه، وعملت لكم علاج للحموضه والمعده. والنقط الميه اللي نازله من الجبنه هغليها وهوريها قدامكم اللي هي دي. بصوا يا حبايبي ومعاه شويه الملح الفلفل. بصوا بتقعد تغلي كده لغايه اول ما تهدى خالص. هتشوفوا انتوا السمنه 10 دقايق وتنزليها وتفرجي على احلى واطعم سمنه في حياتك تاكليها. والسمنه زي ما حضراتكم شايفينها كده، السمنه ظهرت معانا والريم قل خالص وقل من تحت خالص دي المرته. وكده يا حبايبي يبقى السمنه خرجت معانا. وهي دلوقتي هحطها لكم في طبق عشان تشوفوا لونها الطبيعي. بصوا حبايبي ادي السمنه بانت معانا، واللي من تحت دي اللي حوالين الحله دي المرته. واول ما تبرد يا حبايبي هحطها في البطرمان، بطرمان ازاز، واللي من تحت ده تحطوه في طبق. وهي دي المرته كويس جدا ومنشفاها كويس جدا. وادي السمنه زي ما بقول لحضراتكم كده. هبتدي دلوقتي احطها في البطرمان. بصوا يا حبايبي انا عامله لكم كميه صغيره. انت بعد كده ما يكون عندك كميه كبيره من اللبن، القطعه اللي بتنزل دي مرته. بعد كده يا حبايبي بصوا هتلاقيها قاعده في قعر البطرمان مفيش مشكله اهو. بصوا صفيها على قد ما نقدر اهو. بصي دقيقه واحده حبايبي. الجزء اللي فوق ده المرته هنشيله كده هنا اهو بالمعلقه. بصوا حبايبي اللي نزل الابيض ده مرته، هنمسكه بالراحه كده ونحطه هنا حبايبي في طبق. المرته دي حبايبي بتحط عليها حته جبنه طعمها جميل جدا. ولو ما تشوفوا كده اثر السمنه كده برده في الطبق، بصوا اهو اثر السمنه. انت تقعدي بقى تصفي بقى اهو. بصي شويه السمنه الصغيرين دول انت كده تصفيهم تاني. بصوا حبايبي لغايه ما بتفصلوا بقى المرته عن السمنه زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي بصوا عملت لي نص البطرمان اهو الابيض ده المرته، وهنا بقيه اللي في الحله. بصوا بصوا حبايبي المرته. بصوا حبايبي عشان ما تتعبوش نفسكم اديني جبت مصفى واحطها كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو اهو، بحيث تنزل لي السمنه اهو. اقلب بالراحه بالمعلقه اهو اهو كده اهو اهو في المصفى اهي ما شاء الله عليها اهو يا حبايبي. اثر سمنه زي كده تشيلوه. وادي 3/4 برطمان سمنه. وبالهنا والشفا. يا ريت حلقتي تنول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.